هاي، ازيكم؟ النهارده هنتكلم في فيديو جديد، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، لان اغلب الناس اللي بتتفرج علينا مش عاملين اشتراك، فما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. النهارده مهم جدا بالنسبه لي، ومهم لاي حد لسه صغير حبه، اللي هو لسه 14 15 سنه، اللي هو لو يتعلم الحاجات دي من دلوقتي هيبقى احسن بكتير قوي لما يوصل، لما يكبر ويحاول يتعلمها. وكده كده احنا عارفين ان احنا كل ما بنتعلم الحاجه واحنا صغيرين تبقى فرصه احسن ان احنا نتعلم بدري، وبيبقى اسهل علينا. النهارده بتكلم ان انا ازاي يبقى عندي سوفت سكيلز. ايه هي بقى دي؟ احنا دلوقتي هنقول كذا نقطه منها المفروض يكونوا عندك، وانا الصراحه مختاراهم ان حاسه ان هم ممكن يكون اهم الحاجات. اول حاجه هبتدي بيها، وهي ان احنا لازم يكون عندنا مهاره ان انا اتواصل مع الناس. ان انا لما اقف قدام الناس في اي مكان، في شله مع اصحابي قاعده معاهم بتكلم في موضوع لوحدي والدنيا كلها ساكته وكله بيسمعني، فعارف فعلا ان انا اتكلم، مش هبقى حاسس ان انا مهزوز متوتر، مش قادره اتكلم وبترعش والدنيا بايظه. فاتعلم ازاي لما تقف قدام ناس كبيره في الشغل، مديرين مثلا معاهم مثلا، ايا كان انت واقف قدام مين، او مثلا في مدرسه انت واقف مثلا في كلاس لوحدك، انت اللي هتشرح مثلا او تقول حاجه معينه، متبقاش متوتر، تعرف تشرحها لوحدك. في اي مكان اتعلم ازاي لما تقف وتتكلم قدام الناس، او تقعد تتكلم في وسط 100 شخص قاعد، انت عندك ثقه وعارف انت بتتكلم بتقول ايه ومش خايف. لان دي من اهم الحاجات، وطبيعي كلنا هنواجه في حياتنا ان احنا نتعرض لموقف زي كده في اي مكان. ان انا ممكن اتكلم دلوقتي لوحدي، فان انا اتكلم لوحدي دي انا عارفه ان الموضوع مش سهل، بس الموضوع محتاج تدريب، فلازم تدرب عليه نفسك، ولازم تتعلم ازاي اعمل كده، وايه الخطوات لما اقف قدام حد لو انا توترت هعمل ايه، وحاجات من كده تطول يعني. تاني حاجه وهي مهمه، هي بتمثلك، ان هو يكون عندك ثقه بنفسك. لو انت ما عندكش ثقه بنفسك هو يعتبر انت، فلو انت ما عندكش ثقه بنفسك فانت مش موجود، او انت موجود بس الناس مش هتبقى شايفاك. فاتعلم ازاي تكون عندك ثقه بنفسك. ازاي؟ دي مراحل كتير، وفيديو هيطول كتير قوي الشرح فيه، تمام؟ لكن ان انا يكون عندي ثقه بنفسي دي حاجه مهمه مهمه جدا، وهي مش بتيجي من يوم وليله. فلو مش عندي ثقه بنفسي، معلش اكتسبها او اتعلمها. وازاي يبقى عندك ثقه بنفسك؟ اقعد اتفرج على فيديوز، حاول في نفسك، امشي بخطوات لغايه ما يبقى عندك ثقه بنفسك. لما تقعدي في مكان وسط ناس حاسه ان هم طاقتهم عاليه، حاسه ان هم حلوين قوي، واخدين الجو منك، اتعلمي ازاي يبقى عندك ثقه في الوقت ده، ما تبقاش متوتره وقاعده تقومي تمشي وقاعده ساكته وكشه بنفسك. وانا ده بشوفه بعناية كتير قوي يعني. فاتعلمي الثقه بنفسك حتى لو مش عندك. في ناس بتطلع من وهي صغيره عندها ثقه بنفسها، انا ما عنديش ثقه بنفسي وانا صغيره. اتعلمي يا حبيبتي او اكتسبيها، هي مش هتيجي من يوم وليله، بس لازم تتعلميها، تمام؟ تالت حاجه بقى، وهي مش تعجب ناس كتير يعني، بس اللي هو اتقبل اراء الناس والنقد. انا عارفه ان اوقات كتير مبقاش عايزين نسمع لحد، عارفه ان اوقات كتير اللي هو لا محدش يعدل عليا، انا محدش يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، انا فاهمه ده. وانا كمان بحبش حد يعمل كده على فكره، ولا احب حد يقعد يقول لي انت غلطانه او مش غلطانه، بس لازم اسمع. ان ممكن يكون رايه، حتى لو شخص مش بيحبني وشخص عايز يطلع فيا اي حاجه وحشه وخلاص، ممكن اسمع رايه للحظه اللي هو ممكن يطلع صح، ممكن. طب ما طلعش صح، خلاص اكنه ما قالهوش، فاكن ما قالهوش. وان التعليقات برضه او النقد اللي بيجي بالناس ازاي ما اثرش عليك. لو انت عندك ثقه بنفسك مش هيأثر عليك الحاجات دي. لو انت قلت رأيك خلاص ماشي، انا تمام مقتنع بيه، انا مش مقتنع بيه، هو ما اتقالش وخلاص ننساه وكأنك ما قلتش اي حاجه. فبرضو دي من ضمن الحاجات المهمه. رابع حاجه وهي برضو من الحاجات المهمه، ان احنا يكون عندنا تنظيم وقت. الوقت يعني يا هيسرقك يا انت بقى تسيطر عليه، شوف بقى انت عايز تعمل ايه. واظن ان احنا دلوقتي في اغلب الاوقات كتير قوي بنخلي الموبايل هو اللي يضحك علينا، بنخلي اي حاجه تشتتنا في الدنيا غير ان احنا نعمل الحاجات اللي علينا دلوقتي. فمهم قوي ازاي تنظم وقتك. كل حاجه ما بتجيش بسرعه قوي، او اللي هو انا هقوم دلوقتي هنظم وقتي، لازم واحده واحده، الموضوع بيمشي ستيب باي ستيب. ممكن مره اعمل جدول في الشهر يبوظ، ممكن اعمل طب جدول في الاسبوع، طب هعمل جدول في اليوم همشي عليه. مرة هتعرف تعمل جدول للسنة كلها. لكن الناس اللي معيش بتيجي مرة واحدة دي أول السنة تسمع لها فيديو عن تنظيم الوقت وان ازاي هنعمل جدول يمشي بالسنة كلها. يعملوا الجدول
بعد اول اسبوع تقريبا لو مشوا عليه حتى اسبوع في السنه بيرموا الجدول ويعيشوا حياتهم عادي ومش بيتغيروا. ليه؟ عشان هما بيبداوا بحاجه كبيره قوي، اللي هو انا هعمل جدول للسنه كلها. طب ما تعملي الاول جدول يا حبيبتي للاسبوع، ولما لليوم الاول، وبعد كده للاسبوع، ولما انتظم عليها اعمله بعد اسبوعين، طب لما انتظم عليها اعمله بعد شهر. فمعلش ما تسبقيش الحياه وما تعمليش حاجات ناس كبيره قوي بتعملها وانتي مش واصله للحاجات الصغيره اللي هي السهله. فكل واحد يختار هو ايه اللي بيناسبه. انا ممكن اعمل تو ليست ليا امشي عليها يوم بيوم. انا معيش محبش اعمل اللي هو طول الشهر دي، او انا محبش اعملها طول الاسبوع، فانا هعمل يوم بيوم. واحده تانية بتعملها طول السنه وماشيه عليها، هي برافو وانا برافو، انا اخترت اللي يناسبني وهي اختارت اللي يناسبها. فاهم حاجه من الموضوع كله ان انت تتعلم ازاي تنظم وقتك. خامس حاجه او رابع حاجه، خامس حاجه تقريبا، اتعلم ازاي يكون عندك قياده. ان انت لو انت اللي هتدير فريق تعرف تتعامل معاه. هي ليها علاقه بمهاره التواصل، بس دي شويه يعني حاجه اعلى شويه. هتقولي لا اصل انا مش مدير، انا مثلا موظف بس في الشغل، او انا عادي يعني بشتغل عادي مش مدير انا، ولا مثلا ماسك قسم حاجه. اتعلميها او اتعلمها، لان هيجي وقت وهتلاقي نفسك تمام يعني ايه هتستعمله. على حتى لو انت مثلا هتبقى عندك قياده ان انت تعمل البيت بتاعك بس، تعمل اسرتك بس. فعادي مش لازم انا يبقى عندك قيادة عشان مثلا امسك فريق او ابقى مدير في الشركة او مديرة مدرسة. لا، ما انا ممكن يبقى في بيتنا عادي. فاتعلمها لان هتحتاجها كده او كده. ومن ضمن برضو الحاجات اللي ليها علاقة بالحوار ان يبقى عندك قيادة، هي ان انا لما اتحط في فريق اعرف اتعامل معاه. يعني في ناس ما بتعرفش تشتغل ابدا 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 لو احنا فريق، لازم ابقى انا لوحدي اطلع لكم احسن ما عندي. طب لو اتحطيت في فريق ما بطلعش حاجه وبوظ الدنيا. ليه؟ عشان انا ما عنديش المهاره ان انا اعرف اتعاون مع الناس اللي حواليا، اعرف اتقبل اراء الناس دي، اعرف لما اشتغل في فريق انا عارفه ان في ناس هتقول عليا حاجات انا واثقه ان هي تحفه قوي، يجي واحد يقول لي لا مش حلو، مش هنعمل الحاجات دي. فكره ان انا لازم اسمع بقى واتعاون وهكذا. الموضوع مش سهل بياخد مننا كتير قوي، بس لازم. تمام. فاتعلم انك لما تتحط في فريق تعرف تتعامل مع الفريق كله. اتعلم لما تكون لوحدك تعرف تتكلم. اتعلم اي حاجه اتعلمها والله. يعني انا موافقه ان انت حتى لو تتعلم حاجه واحده اتعلمها. سادس حاجه او هو سابع حاجه، مش مهم العدد، سيبنا من العدد، وهي ان انا احل مشاكل. احل مشاكل. كل ما بيبقى عندك خبرة انك تحل مشاكل، كل ما عندك خبرة اكتر، كل ما دماغك هتبقى مفتحة اكتر، كل ما هتبقى ناضج اكتر، وكل ما هيبقى عندك فرصة احسن في اي حاجة. في مشاكل بتاعتي تلاقي نفسك اول ما يجيلك اي مشكلة اروح بسرعة ابعتها لاي حد يحلها لي. اهم حاجة انا مش هتعب نفسي، مش هتعب دي ان هي تفكر، ان هي تطلع لي حلول. ليه؟ عشان انا مثلا معتمد على اهلي، معتمد على مثلا انا معتمد على صاحبتي، ايا كان معتمد على جوزي، ايا كان معتمد مع مين، بس انا ببقى معتمده على حد ان هو هيحل لي مشاكلي. انا بس هحكي لها المشكله واول ما احكي لها هي تقول لي الحل. طب وانتي دماغك دي موجوده ما تفهميش. فاتعلمي يا حبيبتي حلي مشاكلك بنفسك. اتعلم تحلي مشاكلك بنفسك، وتعلم تطلع لها حلول. مش هسيبها، مش هبقى عارف ان انا عندي مشكله مثلا واقول انا بهرب منها وما واجهش المشكله دي. يعني كان المشكله دي في جسمي، مرض معين، حاجه معينه بهرب منها. تتعلم يبقى عندك مشكله تطلع لها حلول. سمعت مثلا مشاكل ناس، مش بقولك اقعد تفكر في مشاكل الناس واحلها، بس الاحسن يبقى عندك جزء كده، لان ده هيعلمك قوي انك لما تيجي تقع في اي مشكله تحس ان الدنيا سهله عادي، انا ممكن اطلع لها كذا حل، ودي اقل مثلا مشكله وقعت فيها حتى لو الناس كلها شايفه ان دي اكبر مشكله ممكن تواجهك. فاتعلم ان لما تتحط في موقف تعرف تحله. اتعلم لما تقف قدام ناس اعرف اتكلم. اتعلم ان انا انظم وقتي. اتعلم ازاي يكون عندك التزام، وده برضو من الحاجات المهمه. دايما خلي عندك مهاره اللي هو انا بسمع. مهم اوي اسمع، مهم اوي اسمع اراء الناس، حتى والناس دي انا مش بطيقهم ومش عايزه اسمع لهم حاجه، اسمعيهم برضو. مش بقولك اتأثر بيهم، بس اسمع لهم. خلي عندك يبقى مهارة القيادة. لما اقعد يبقى عندي فريق كده انا اللي هقوده، اعرف اقوده بجد. اتمنى الفيديو تكونوا استفدتوا منه. هو مهم قوي 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 ان انت تتعلم اي حاجه، ومش هي دي بس السوفت سكيلز، في حاجات كتير قوي، بس دي انا شايفه ان دي من اهمهم بصراحه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.